ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في محاضرة جديدة من كبسولة وعي. وإن شاء الله محاضرة النهاردة هنتكلم فيها عن الثقة بالنفس. إنك تكون واثق وعارف قيمة نفسك وتتصرف على أساسها، دي حاجة مهمة جدا. كتير منا بيفقدها، سواء فقدها بشكل دائم أو بيفقدها في بعض المواقف. وهو شخص واثق في نفسه عادي، لكن في مواقف معينة بتكون ثقته في نفسه مهزوزة. وقبل أي كلام عن الثقة بالنفس لازم تفصلوا وتفرقوا بين الغرور والتكبر والثقة بالنفس، لأن في ناس كتير جدا بتخلط بينهم. وفي ناس بتبقى شايفة الشخص اللي واثق في نفسه شخص مغرور أو متكبر. إنك تتعالى وتشوف نفسك على اللي قدامك أو تتعامل معاه بكبرياء، دي حاجة مختلفة تماما عن إنك تكون واثق في نفسك ومش مش بتقبل إنك تعمل أي حاجة تقلل منك أو مش مناسبة معاك. فلازم قبل أي كلام تفرقوا بين الغرور والتكبر والثقة بالنفس، سواء مع نفسكم أو مع تعاملكم باللي حواليكم، علشان ما تشوفوش حد واثق في نفسه وتقولوا إن هو متكبر أو مغرور. إن شاء الله في محاضرة النهاردة هنتعرف على معنى الثقة بالنفس، وليه ثقتنا بنفسنا بتقل في مواقف معينة أو مع الوقت بنلاقي إن إحنا ثقتنا اتهزت في نفسنا، وإزاي نقدر نرجع ثقتنا بنفسنا ونبنيها خطوة بخطوة لو إحنا أصلا فاقدين الثقة بنفسنا. نبدأ مع بعض محاضرتنا النهاردة. أول حاجة هنتكلم عنها في محاضرة النهاردة هي يعني إيه ثقة بالنفس؟ إيه هي الثقة بالنفس؟ الثقة بالنفس معناها إيمانك بمهاراتك وقدراتك وقيمتك الشخصية. يعني بمعنى أصح إنك تبقى عارف حدودك في التعامل مع اللي حواليك، أو حاطط حدود للي حواليك في التعامل معاك. يعني إيه برضو؟ يعني مثلا لو أنا مثلا في الشغل إن أنا أشتغل 5 ساعات في اليوم، وبقدر ان انا انجز اكبر قدر من الشغل في ال5 ساعات دول. اي شغل في حدود ال5 ساعات هقدر انجزه لك. لكن جه مديري في الشغل اداني شغل محتاج مني 10 ساعات. انا مش هقدر ان انا اشتغل شغل بالوقت ده كله، علشان انا الوقت ده خارج قدرتي، ان انا ما اقدرش اشتغل 10 ساعات متواصله. مش هقدر اركز بعد ال5 ساعات، انا عارف قدراتي ان انا 5 ساعات هبقى مركز، 5 ساعات ودقيقه انا هفصل، مش هعرف ان انا اركز تاني. لكن لما مديري في الشغل قال لي ان انا هشتغل لمده 10 ساعات، انا وافقت عادي. ما قدرتش ان انا ارفض او اقول له لا. ده كده مش ثقه بالنفس، انا كده مش واثق في نفسي. ليه؟ لان انا لو واثق في نفسي وعارف قدراتي هرفض عادي، هقول له ان انا قدراتي واحد اتنين تلاته، عاجباك تمام، مش عاجباك خلاص. وده طبعا بيتحدد اساسا من اول مقابله في الانترفيو، بيسالك انت تقدر تشتغل كام ساعه في اليوم. فانت المفروض بتقول بالعدل للوقت اللي انت فعلا تقدر تشتغله. طيب، ما لناش علاقه بالشغل، نتكلم على حياتنا العاديه. لما مثلا صحاب بيخرجوا مع بعض، هو اللي بيكون مثلا مسؤول ان هو يحاسب، وفي اخر اليوم بيتحاسبوا عادي، علشان مش كله يطلع فلوس في نفس الوقت، ممكن فلوس تضيع او فلوس تقع بسبب ان احنا ايه، كلنا بنطلع في نفس الوقت وكلنا عاملين دوشه. لكن لما شخص واحد هو اللي يحاسب ويبقى فيه هدوء كده وتركيز، هيبقى الوضع افضل بكتير. الشخص ده ممكن في نهايه اليوم صحابه هم نسيوا ان هم يحاسبوا، خلاص اليوم انتهى وهم نسيوا. الشخص ده يبقى خايف ان هو يطلب حقه، مش عارف يطلب حقه ازاي منهم، مش عارف يقول لهم ان انا ليا فلوس عندكم، ليا حساب عندكم. خايف اللي هو انا ازاي هقول لهم لا خلاص. هو محتاج فلوسه، لان ممكن وارد ان المبلغ اللي يكون الدفع مش حاجه صغيره او بسيطه يقدر ان هو يتحملها. خاصه مثلا لما بنكون مجموعه صحاب كبنات مع بعض، انا مش بشتغل ومصروفي باخده من اهلي، فاني ادفع لك دي حاجه هتعمل لي انا مشكله، لان ممكن الفلوس اللي انا اخدتها كنت محتاجاها. انت مش واخده مني الفلوس من غير ما تديني حقي، بس انا اللي مش عارفه اطلب حقي منك. فدي ثقه، دي كده ايه، قله ثقه بالنفس. انا لو واثقه في نفسي فعلا بطريقه لطيفه ومهذبه هطلب حقي، مش هتكسف ولا هخاف، لان انا ليا حق. انا مش شخص بجح وبطلب حاجه مش من حقي، انا بطلب حاجه ابسط حقوقي بمعنى اصح. كمان مثلا لما بيكون شخص مش مذاكر، مثلا في الدراسه هو مش مذاكر وما راجعش، ولما المدرس بيقومه يجاوب ويقول له اطلع اشرح قدام الفصل كله، بيطلع عادي ويفضل واقف ساكت مكانه لان هو مش مذاكر. دي كده مش ثقه بالنفس، ده كده تهور. علشان تكون واثق فعلا في من نفسك، هتقوم لما المدرس هيسالك هتقول له والله انا ما ذاكرتش، ما قدرتش ان انا اراجع بسبب كان عندي ظرف واحد اتنين تلاته، لو كان فعلا في عذر لعدم مذاكرتي. ساعتها اديها فعلا ثقه بالنفس، لان انا عارف قدراتي، انا واثق في نفسي، انا مش خايف ان انا ما ذاكرتش، لان انا عندي سبب لعدم مذاكرتي، انا ما ذاكرتش يعني ما كنتش بلعب. فالثقه بالنفس محتاجه ان انت تكون عارف ايه حدودك وايه قدراتك. ما ينفعش تخلي حد يتعدى حدوده معاك، او انه يحملك فوق طاقتك وانت تتحمل عادي، اللي هو اصلا انا مكسوفه اقول له ان انت محملني فوق طاقتي.
أو أنا خايف أقول له أو خايف أواجهه. كل دي حاجات بتدل إن إحنا ثقتنا بنفسنا سواء بشكل عام أو في المواقف المحددة دي بتكون مهزوزة. ودي حاجة طبعًا بتكون سلبية جدًا، لإنها بتخلّي ناس كتير يستغلّونا، ياخدوا مننا حقوقنا، وما نعرفش إن إحنا ندافع عن نفسنا أو نطالب بالحقوق بتاعتنا. طيب إحنا ليه بنفقد ثقتنا بنفسنا؟ قُلنا في المحاضرة بتاعة جلد الذات إن من أسباب جلد الذات أو الأسباب اللي بتخلّينا نتعرّض لجلد الذات هي المقارنة، وقُلنا إن المقارنة دي بتخلّينا مع الوقت نفقد ثقتنا بنفسنا. فأول حاجة بتخلّينا ثقتنا في نفسنا مهزوزة هي مقارنتنا، سواء إحنا قارنا نفسنا أو حد غيرنا قارننا. ولمّا بيكون المقارنة من شخص غيرنا، وبالذات لمّا بتكون المقارنة دي بادئة مع الطفولة وإحنا أطفال، بدأوا إن هم مثلًا أهلنا بيقارنونا بغيرنا علشان يحفّزونا هم من وجهة نظرهم إن ده تحفيز لينا. هو لمّا يقول لي شايف فلان جاب درجة أعلى منك وأنت ما عرفتش تجيب حتى نُص الدرجة، ما عرفتش تنجح، أنت شايل لي المادة وهو جايب الدرجة النهائية. هو بيقارنّي علشان يشجّعني إن أنا أذاكر زي فلان ده وأجيب الدرجة النهائية. هو مش بيقارنّي علشان يقلل منّي. بس المقارنة دي سلبية، النتيجة بتاعتها بتكون عكس اللي هم عايزينه. بدل ما بيقارنونا علشان نتحفّز، لأ، المقارنة دي بتتحوّل لحاجة سلبية بتخلّينا أصلًا مش هنعمل حاجة، مش هننجح، بنفقد الثقة في نَفْسنا. طيب ممكن أصلًا ما ألاحظش إن أنا فاقد الثقة بنَفْسي بسبب المقارنة، بس دي حاجة مبنية كتأثير من الطفولة، كبرت معايا، أنا مش حاسس بيها ومش عارف إن هي السبب، لكن هي فعلًا السبب الحقيقي لعدم ثقتي بنفسي. طب أنا إزاي أكتشف إن ثقتي بنفسي مهزوزة بسبب إن أنا كنت باتقارن بناس تانية وأنا طفل، أو دي حاجة معايا من الطفولة بسبب تأثير حاجة من الطفولة؟ باكتشف ده لمّا أقعد مع نفسي وأحاول أفهم أنا ثقتي بنفسي بتكون مهزوزة مثلًا في وجود ناس معيّنة أو قدّام ناس معيّنة، في مواقف محددة تخُص المواقف اللي أنا كنت باتقارن بيها. يعني مثلًا ثقتي مهزوزة تجاه إن أنا أتكلّم في أي حاجة تخُص مجال دراستي، ممكن أتعامل مع أي حاجة تاني في الدنيا عادي. طيب إشمعنى مجال دراستي؟ يمكن علشان وأنا طفلة كنت باتقارن كتير بالناس الأشطر منّي، فده هَز ثقتي بنفسي تجاه الدراسة، تجاه أي حاجة تخُص المذاكرة. أنا ما بقيتش عارفة أتعامل مع الموضوع ده خالص، فتلقائيًا ثقتي بنفسي مهزوزة. فأنا لازم أقعد مع نفسي، أشوف كده، أتكلّم معاها، أفهم إيه السبب، أحاول أوصل له بنفسي، اللي هو أنا اللي فاهم مشاعري، فاهم أنا جوايا إيه، أنا باحس بإيه. فلمّا أراجع الإحساس ده كده وشريط الذكريات بتاعي كده أمشي معاه واحدة، واحدة، هاوصل فعلًا للسبب الحقيقي، وقتها فعلًا هاعالجه بشكل نهائي. غير لمّا أعالج الموضوع بشكل سطحي والجذور بتاعته لسه موجودة، مع الوقت هتنضج تاني وهافضل إن أنا باعاني من نفس المشكلة تاني. تاني حاجة معايا من الحاجات اللي بتقلل ثقتنا بنفسنا أو بتهز ثقتنا بنفسنا هي الفشل. إن أنا أكون فشلت في حاجة وأثّرت عليَّ خلّتني أفقد ثقتي بنفسي. زي مثلًا لمّا أكون شغّالة على مشروع ومهم جدًا بالنسبة لي، وبعدين المشروع ده فشل، باحس إن الدنيا اتقفّلت في وشّي، أنا مش ناجح. أنا بابقى خايف بقى أتكلّم عن أي حاجة تاني، عن أي مشاريع، عن أي أفكار جات لي. أو لمّا أكون حاطط أملي وطموحي كلّه في حاجة معيّنة وفي الآخر تروح منّي، فأفقد ثقتي بنفسي بسبب تأثير الموضوع ده عليَّ. دي من ضمن الحاجات كمان اللي بتسبب فقدان للثقة بالنفس. كمان من ضمن الحاجات اللي بتخلّينا نفقد ثقتنا بنفسنا هي الانتقاد. لمّا اللي حوالينا ينتقدونا أو يتنمروا علينا، مثلًا لمّا أعمل حاجة، مثلًا أنا ككاتبة كتبت نص والناس اللي حواليّا انتقدوني، فضلوا ينتقدوا في النص، ما فيش غير مثلًا واحدة أو 2 بس اللي قالوا لي شطورة، النص جميل، عاش. الناس اللي انتقدتني هو طبيعي إن أنا هاواجه انتقادات، أنا ككاتب طبيعي هاواجه انتقادات. أكيد لمّا شخص يتعرّض لانتقاد بنّاء، زي مثلًا لمّا ناقد يقول له إن أنت مستواك كويس جدًا في الكتابة، ييجي منّك القاطرة بتاعتك تحفة جدًا، بس هي كانت محتاجة تعديل بسيط في كذا وكذا وكذا. هو قال له التعديلات وانتقد العمل بتاعه، لكن بطريقة ما خلّتهوش يحس إن هو بينتقده، بطريقة كويسة، بطريقة بنّاءة، بتشجّعه وتحفّزه إن هو يكمّل، إن هو يكتب تاني، إن هو يعمل أكتر. غير لمّا شخص تاني ييجي يتريق عليه، أنت فاكر نَفْسك عشان كتبت لك كلمتين بقيت كاتب؟ هو أي حد طلع كتب كلام موزون على بعضه بقى شاعر؟ آآ أو مثلًا يكون شخص في بداية ظهوره كتب عمل كان عادي فيه أخطاء طبيعي، كان مستواه ضعيف، ومع الوقت اتحسّن، فيفضل بعض من الناس كده فئة يفضلوا ماسكين في الحاجة اللي كانت في بداية ظهوره، اللي هو إيه، الحاجة العيب أو الحاجة الضعيفة اللي هو كتبها في الأول. ناس تانية بتكون حساسة، فبتركّز جدًا مع كل comment بيتكتب عنها، كل message هتتكتب عنها، حتى لو شخص مش بيتأثّر أو مش حساس أوي، لكن لمّا يلاقي الانتقاد
والاستهزاء بيه والسف عليه كتير قوي، طبيعي تلقائيا هو هيتأثر. اللي هو انا لما اشوف كومنت بيتريق عليا مش هتضايق، اتنين مش هتضايق، لكن لما الاقي 50 واحد نازلين سف وتريقة عليا اكيد نفسيتي هتتأثر. طب انا عملت ايه لكل الناس دي عشان تتريق عليا؟ انا اذيتكم في ايه علشان تعملوا معايا كده او تاذوا نفسيتي بالشكل ده؟ انتوا مش عاجبكم الحاجه اللي انا بقدمها، تقدروا تقولوا رايكم بكل احترام وبكل ادب. انا من غير ما احس هلاقي ثقتي بنفسي تجاه الحاجه اللي انا بقدمها اللي انتقدت فيها بدات تقل. اللي هو لا، انا حاسس ان انا مش هعرف اكتب تاني، انا مش المجال ده مش بتاعي، ده مش مجالي، ما حدش بيدعمني، او اللي بيدعموني ضعفهم ناس بتنتقدني نقد هدام جدا. كذلك برضو من ضمن الحاجات اللي بتهز الثقه بالنفس هي التنمر، ودي اكتر حاجه بيتعرض ليها الاطفال وبيكبروا بيها. لما شخص مثلا يتعرض للتنمر علشان شكله او علشان حاجه في ملامحه او علشان صوته او على طوله، كل الحاجات دي بتأثر على النفسية. لما تتريق على صاحبك بهزار بينك وبينه وتقول له انت قصير، لو شخص فعلا ما تقبلهاش كهزار، ممكن اشخاص كتير جدا لما بنهزر معاهم بالطريقه دي هم بيضحكوا يهزروا معانا عادي، بس هم بعدين لوحدهم حرفيا بينهاروا. اللي هو بيفضلوا يكرهوا بقى في شكلهم او في الحاجه اللي احنا اتنمرنا عليها، مع ان احنا كنا بنهزر عادي، احنا مش قصدنا تنمر. بس لا، اوقات الهزار بيكون مؤثر جدا على نفسيه اللي قدامنا، ومن غير ما احنا نقصد احنا شخصيا بندمر نفسيه ناس كتير جدا بسبب كلمه نقولها وسط هزار، بسبب كلمه قلناها وسط قعده ما خدناش بالنا ان ممكن الشخص ده يتضايق منها. التنمر حاجة سلبية جدا، سيئة جدا. حتى لو كانت الشخص اللي احنا بنتنمر عليه ده مش هيسمعنا، بس احنا ما سمعناش احنا النهارده، هيسمع غيرنا بكره. فاحنا ليه مثلا ندي مجال للفرصة دي؟ نسكت. احنا سواء كان شكل، طول، صوت، ماشية، طريقة، اسلوب، ايا كان الحاجة اللي احنا بنتنمر عليها في غيرنا، يا اما كانت من طبعه، وطبع عادي، بس ناس كتير جدا مش بتعرف تغير طبعها، ودي بتبقى حاجه بالفطره يعني هي مش عارفه تغيرها في نفسها، يا اما حاجه من خلقه ربنا. انت لما هتتريق على شكل فلان او على طوله او على صوته، انت كده بتعيب حاجه ربنا هو اللي خالقها، فما بالك بالذنب الكبير قوي اللي انت عملته؟ انت مستهون بيها، اللي هو انا بهزر معاه وبتريق عليه يعني بهزار، بس انت الهزار ده لو هو ما زعلش منه وما اثرش على نفسيته انت خدت عليه ذنب. فانت في الحالتين انت الخسران، لانك اخدت ذنب انك اتريقت عليه، ما بالك بقى لو اتاثر نفسيا، فانت اخدت ذنب تاني انك كنت سبب في تدمير نفسيه شخص وفقدان ثقته بنفسه. فدي من ضمن الاسباب اللي ممكن تخلينا نخلي اللي قدامنا يفقدوا ثقتهم بنفسهم، او احنا شخصيا لو تعرضنا للحاجات دي هنفقد ثقتنا بنفسنا، حتى لو احنا ما فقدناهاش مره واحده، لكن مع الوقت وتدريجيا هنفقدها. ايه هي العلامات اللي بتدل على ان احنا مش واثقين في نفسنا، او العلامات اللي بتدل على ضعف الثقه بالنفس؟ اول حاجه معايا هي الخوف. لما اكون شخص بيخاف طول الوقت، بيخاف من التجارب الجديده، بيخاف ان هو يواجه او يقول الحقيقه، بيخاف يرفض، بيخاف يغلط قدام الناس، بيخاف مثلا لو اتكلم يقول حاجة غلط او يقول معلومة مش صح. ممكن نخاف من ان احنا نقول معلومة مش صح، بس نخاف لو احنا نقول المعلومة دي في الدين، اللي هو لا، الدين الغلطة فيه بالذات لو هقول مثلا آية قرآنية او حديث او حاجة مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم او كده، وغلطت فيها، ففعلا دي حاجه لا، انا لازم اكون عارفها صح علشان ما ينفعش اغلط. لكن لو هقول معلومه بشكل عام، انا عادي اغلط، انا ممكن اكون سمعت المعلومه دي والمعلومه عندي ناقصه، او كانت المعلومه اللي انا قراتها من كتاب مش دقيق قوي في المعلومات اللي هو حاططها، فعادي انا لما اقولها شخص تاني هيصححها لي، هيقول لي المعلومه بتاعتك غلط. أنا مثلا عندي معلومه في حاجه، مثلا حكم حاجه في الدين، انا الحكم انا عارفه ان هو كذا، وارد ان انا اكون الحكم اللي انا عارفه غلط، فانا ممكن لما اقوله اقول ان انا مش متاكد اذا كان صح 100% ولا لا، لكن انا الحكم اللي انا عارفه ان هو كذا. ساعتها انا بنفي عن نفسي ان هو لو الحكم طلع غلط، ان انا ما كنتش افتيت او قلت للشخص ما كانش عنده اي علم خالص معلومه غلط. في نفس الوقت انا ممكن اصحح المعلومه بتاعتي لما حد تاني يقول لي المعلومه الصح او الاجابه الصح. احنا لو خفنا ان احنا نتكلم، خفنا ان احنا نعبر عن نفسنا وعن مشاعرنا وعن آرائنا، وخوفنا ان احنا نرفض او نقول لا، الخوف من كل الحاجات دي، او الخوف ان احنا نمشي قدام الناس او نتعامل مع الناس، او الخوف من التجمعات، كل الحاجات دي بتدل على عدم الثقة بالنفس. كمان ان انا ما اقدرش اقول لا. مشكله بتواجه الناس اللي ثقتها بنفسها مهزوزه، مش قادر يقول لا، ان هو مش عاجبه المكان اللي احنا هنروحه، مش قادر يلغي خروجه هو مش هيكون مرتاح فيها، مش قادر يقول لشخص مثلا هو مش عايزه في حياته، مش قادر يقول له الكلام ده. ممكن شخص اصلا انت مش عايزه في حياتك وهو يجي يسالك انت مش عايزني في حياتك، وانت من كتر ما انت مش بتعرف تقول لا، هتقول له لا طبعا ده انا عايزك في حياتي، وانت اصلا مش طايقه. فاللي هو الحاجات دي
صعوبة إن إحنا نقول كلمة لأ دي حاجة يعني مش كويسة خالص، إن إحنا لازم نتعلم نقول لأ. حتى لو اتعلمناها في حاجات بسيطة بشكل مبدئي، اتعلم اقول لا، ان انا مش بحب المشروب ده مش هشربه غصب عني، مش هروح المكان ده عشان مش بكون مرتاح فيه. الحاجات البسيطة دي لما نتعلم ان احنا نقول لا فيها، هنبدأ تلقائيا هنتعود ونتعلم نقول لا في الحاجات الكبيرة اللي احنا بنضغط على نفسنا جدا ونعملها. من ضمن الحاجات اللي بتدل على ان الشخص ده مش واثق في نفسه، انه بيعتمد بنسبة كبيرة جدا على رأي الناس اللي حواليه. اللي هو انا بفكر مثلا اشتري لابتوب جديد، فاشوف راي الناس اللي حواليا. ممكن لو قالوا لي لا بلاش تشتري لابتوب جديد وجدد التليفون بتاعك بتليفون احدث وخلاص، ولقيت الغالبيه كلهم كده، هروح اشتري الموبايل الجديد رغم ان انا شغلي محتاج اللابتوب مش محتاج الموبايل، بس انا اعتمدت على اراء الناس اللي حواليا. دي حاجه برضو مش صح. ليه؟ لان انا اللي عارف احتياجي. انا محتاج اشتري اللابتوب هشتريه، يبقى مش محتاج ان انا اجدد الموبايل بتاعي عشان اروح اجدده. انا فهنا اعتماد الناس او اعتماد شخص على اراء الناس اللي حواليه، مثلا في ان هو محتاج ياكل اكله معينه، لكن الناس اللي حواليه كلهم طلبوا اكله تانية، فيطلب زيهم لمجرد ان هو ايه، هيقلدهم او هيكون زيهم. هو اصلا ما بيحبش الاكله التانية او مش مفضله بالنسبه له او نفسه ياكل اكله معينه. فهنا انك تعتمد بشكل مبالغ فيه على راي الناس اللي حواليك، دي حاجة من ضعف الثقة ازاي أعزز ثقتي بنفسي وأرجع ثقتي بنفسي؟ أول حاجة لازم أعملها إن أنا أبدأ بخطوات صغيرة. ما ينفعش كده إيه، أنا اكتشفت إن أنا مش بثق في نفسي أجري مرة واحدة أثق بنفسي. هرفض أي حد هيقول لي حاجة هرفضها، أي حد هيقول لي رأيه مش هسمعه، أي حد هيقول لي حاجة فوق طاقتي أو فوق تحملي هقول له لا مش هعملها كده مرة واحدة. لا طبعا ده مش صح. ليه؟ لأنك الآراء الآخرين أنت ما ينفعش ترفضها، بس في نفس الوقت ما ينفعش تعتمد عليها. انت اسمع اراء غيرك، لان ممكن راي غيرك ده يفيدك، يكون رايك انت مش صح، ولما تسمع راي الناس اللي حواليك تستفاد منهم. لكن ما تسمعش الاراء علشان تنفذها، تاخدها منهم كوبي، انتوا قلتوا لي اعمل كذا فانا هعمله. لا، انا بسمع لفلان وفلان وفلان، باخد من ارائهم، بشوف رايهم ايه، بكتسب خبره، بكتسب معرفه اكتر، وبعدين ببدا ان انا اقرر القرار اللي يناسبني انا بناء عن الاراء الكتير اللي انا سمعتها. فانا علشان ابدا اعزز ثقتي بنفسي لازم أنا اخد ده خطوه خطوه. محدش بيطلع يجري على السلم، حاجه في الدنيا بنبداها خطوه خطوه، درجه درجه، نطلع السلم واحده واحده. فانا اول حاجه هشوف حاجات صغيره ابني فيها ثقتي بنفسي، زي مثلا ان انا ما بحبش اشرب في كوبايه معينه، وبسبب ان انا مش عارف اقول لا فمضطر ان انا اشرب في اي كوبايه بتجيلي. لا معلش، انا ليا كوبايه معينه هشرب فيها. دي حاجه بسيطه صغيره. انك تشرب ميه او تشرب حاجه في كوبايه، دي حاجه تافهه جدا. فانك تقدر ان انت تتخطى فكره انك مش عارف ترفض فكره انك مش بتشرب في الكوبايه دي، وتقدر تنجح في انك تعترض، دي تبقى بداية الطريق اهو. انت قدرت فعلا تعبر عن اللي انت عايزه في اول خطوة. فلما ابدا بحاجات صغيرة، بعد كده ابدا بحاجات اكبر شوية لحد ما اوصل فعلا ان انا بقيت واثق في نفسي بنسبة 100%. تاني حاجة لازم اركز على نقاط القوة بتاعتي، مش بس نقاط ضعفي. اللي هو انا نقاط ضعفي ان انا مش بعرف ارفض، مش بعرف اقول لا، مش بعرف مش عارف ايه، وسايب نقاط قوتي. طب فين نقاط القوه؟ ما انا مقابل الضعف ده انا في حاجات عندي نقاط قوه. انا مش بعرف اشرح للناس او اقول للناس على الحاجات اللي انا بقدر اعملها، لكن انا بقدر اعمل واحد اتنين تلاته. انا مثلا مش بعرف اقول للناس ان انا شغاله جرافيك ديزاين، مش بعرف اقول لهم ان انا بقدم محاضرات اونلاين، لكن انا ناجحه في شغلي اونلاين. ناس كتير جدا اونلاين عارفاني وعارفه المحاضرات بتاعتي وبتسمع لي وي وي وي. فانا اشوف نقاط القوه وابدا ان انا عن طريق نقاط القوه دي اعزز نقاط الضعف بتاعتي لحد ما اخليها نقاط قوه. اعالج المشكله بقوتي. اللي هو ايه اللي يخوفني مثلا من ان انا اقول للناس ان انا بقدم محاضرات اونلاين؟ ما دام انا حاجه نجحت فيها فعلا وحققتها وناجحه فيها، مش مثلا مش لسه بجربها او فشلت، ايه اللي يخليني اخاف من ان انا اقولها؟ ده انا هفتخر بيها. هروح مثلا لناس كده بسيطه عدد قليل واقول لهم انا عملت حاجه جديده بقالي فتره بقدم محاضرات اونلاين مثلا في جروب عملته اسمه كبسوله وعي، والمحاضرات دي بنزلها على اليوتيوب واقعد اشرح لهم بقى الفكره بتاعتي. فدي حاجه انا من خلال نقطه القوه بتاعتي هي النجاح اللي انا حققته مثلا من الجروب، قدرت اعزز نقطه ان انا مش بعرف اقول للناس على الحاجات اللي انا بعملها عشان بخاف منهم، بخاف مثلا ما تعجبهمش، بخاف ما يحبوش يسمعوني، ما يحبوش يعرفوا الحاجه دي عني. فانا ابدا ايه، اعالج دي بدي، اللي هو اعمل موازنه كده، اخلي نقاط القوه قدامي هي الدافع، الحاجه اللي بتدفعني كده وتشجعني ان انا ايه، اقوي نقاط الضعف. كمان علشان نكسر حاجز الخوف اللي بيبقى جوانا، لازم نحضر لأي حاجة قبل ما نعملها. طيب أنا إزاي أحضر لأي حاجة قبل ما أعملها؟ هقول لكم مثال. أنا دلوقتي زي ما قلنا في محاضرة
التحدث امام الجمهور، ان انا لازم قبل ما اطلع اتكلم قدام الجمهور لازم احضر كل حاجه انا هقولها وكل كلمه هقولها وعارف هعمل ايه واتدرب على ده. كذلك انا لما اكون محتاج ان انا اعزز ثقتي بنفسي فعلا اتدرب على ده عادي. انا مثلا رايح تجمع وقررت ان انا هكسر حاجز الخوف في ان انا اتكلم قدام الناس واقول رايي وهتكلم في التجمع ده. فانا لو قادر اعرف الموضوعات، يعني مثلا التجمع ده هيتكلموا مثلا في حاجات معينه انا عارفها، يعني تجمع بسبب حاجه معينه، فابدا ان انا اتدرب اشوف انا رايي ايه، افكر في الموضوع كده واشوف رايي. وبعدين اقعد اتدرب كده، تخيل ان الناس قاعدين وهم بيتكلموا وانا هقول لهم على رايي بقى واعبر عنه واقعد كده اتدرب على الموضوع. في نفس الوقت ابقى محضر انا عايزه اقول ايه بالظبط، يعني انا عايزه اقول لهم رايي هقوله لهم بطريقه ازاي، علشان ما احسش وسطهم ان انا خايف ان انا مش عارفه اتكلم. خلاص انا اصلا ما رتبتش عايزه اقول ايه. لا، لما ارتب كبدايه ارتب الكلام اللي انا عايزه اقوله. احاول ان انا يعني ايه، اتخيل كده الموقف في دماغي كاني عشته علشان اقلل شويه الرهاب او الخوف اللي هيكون مسيطر عليا. لما اعيش اجواء الشعور في دماغي الخوف هيقل. لما اكون في الموقف الحقيقي هلاقي خوفي اقل شويه من ما انا اكون متخيل. لان انا لما بعيش الخوف في دماغي اللي هو كاني عايش الموقف هيبدا يقل مع الوقت، اللي هو كل ما هعيشه مره وهحاول ان انا اتغلب عليه. اتغلبت عليه في دماغي وبعدين اتغلبت عليه في التجمع اللي انا عملته من خيالي. فانا لما اجي اتحط في الموقف بجد هلاقي ان انا خوفي ده قل شويه. بقيت قادره اتعامل، بقيت قادره اتعايش. كمان ما اروحش مثلا انا بخاف او رايي في التجمعات واروح ايه اقعد وسط مجموعه كبيره قوي من الناس، هم اهلي تمام وكده بس ناس كبيره وكده وانا مش متعوده اتكلم قدامهم، اروح ايه اخوض التجربه مره واحده. لا، ابدا بناس قليله زي مثلا اخواتي او الناس اللي في سني من العيله، بعدين الناس اللي هم اكبر شويه، لحد ما ابدا ان انا ايه ابقى خلاص اي تجمع هدخله مش هيبقى عندي خوف ان انا اتكلم، مش هيبقى عندي خوف ان انا اعبر عن رايي. كذلك في اي موقف اي حاجه تانية حضروا ليها، جهزوا نفسكم ليها، يعني ايه استشعروا كده الموقف وكانكم فيه وعيشوا اللحظات بتاعته، شوفوا انتوا فعلا هتخافوا ولا لا. لو لقيتوا ان جواكوا خوف حاولوا ان انتوا تعالجوه قبل ما تتحطوا في الموقف. لازم كمان تدرب نفسك على انك تقول رأيك، حتى لو انت شخص بيقدر يعبر عن رأيه بس عنده فقدان لثقته بنفسه في بعض المواقف التانية. اتدرب برضو على انك تقول رأيك، علشان انك لما تتدرب انك تقول رأيك هتتدرب انك هتلاقي نفسك بتساعد ذاتك انك تتدرب نفسك انك تعمل حاجات مختلفة، انك ترفض. انت بتقول رأيك غير لما ترفض. في ناس بتعبر عن رأيها عادي بس تخاف تقول لا، انا ما بحبش الحاجه دي بس انا ما عنديش مشكله لو عملتها لك. انا ما عنديش وقت والله ورايي ان انت الحاجه دي بلاش تعملها، بس انت لو عايز تعملها انا ممكن اعملها لك. اللي هو انا بقول لك رايي عادي بس انا باجي على نفسي علشانك، عشان خايف اقول لك لا. فلا، انت لما تدرب نفسك انك تتكلم عادي تعبر عن رايك تقول لا، تدرب نفسك بشكل مستمر على كل الحاجات اللي انت شايف انك ضعيف فيهم، هتلاقي مع الوقت لا انت بتتحسن. لو انت بتخاف تقول لا هتلاقي نفسك حتى لو قلت لا دي لحد مثلا من صحابك اللي انت اصلا متعود تقول لهم لا، بس في مواقف معينه مش بتعرف تقول لهم لا فيها، لا اتعود قول لهم. مع الوقت هتلاقي انك بتقدر تقول لا لاي حد، خلاص اللي هو ثقتك بنفسك بتبدا تزيد. فهتلاقي تلقائيا المواقف بتعدي عليك انت مش بتحس ان انت اصلا قلت لا، ايه ده انا قلت لا، انا قدرت ان انا ارفض فعلا. هتلاقي الموضوع جاي معاك من غير ما تحس. كمان اخر حاجه هي انك تكون محاط طول الوقت بناس بتدعمك في وسط الناس اللي بتنتقدك وتطلع اسوأ ما فيك، وتقول انا ليه مش واثق في نفسي، هو انا ليه مثلا مش عارف اقول رايي، انا ليه مش عارف ارفض. لا، خليك وسط الناس اللي بتدعمك، الناس اللي بتشجعك. طيب انا ما فيش ناس حواليا بتشجعني او بتدعمني، كل الناس بتحبطني وكل الناس اللي حواليا سلبيه. ادعم نفسك، حاوط نفسك بنفسك. ما ينفعش لمجرد ان مفيش ناس بتدعمنا نروح للناس اللي مش بتدعمنا بنفسنا ونقول اصل انا ماليش غيرهم. محدش مثلا بيروح يرمي نفسه في النار ويقول اصل انا ما لقيتش حل ايه غير النار قدامي فقلت ارمي نفسي فيها يمكن ما تحرقنيش. دي حاجه طبعا مش منطقيه. ما لقيتش حد يدعمك، ادعم نفسك وحوط نفسك بنفسك. خليك كده الداعم لنفسك، اللي هو انا خايف، ايه اللي يخليني اخاف؟ مفيش حاجه ممكن تخوفني. انا مش بكتب حلو عادي، فيها ايه لما اكتب حاجات مش حلوه واغلط؟ ومع الوقت هتعلم. طول ما انا شغاله على نفسي وبدرب نفسي وبطور من نفسي يبقى عادي، هبدا وهفضل اكتب. لكن انا ممكن فعلا في لحظه اقول انا مش هكتب تاني والناس دي معاها حق، لما اكون انا مش بطور من نفسي. ما اجيش ازعل من الانتقاد وانا واقف مكاني محلك سر وعايز الناس تسقف لي.
الناس هتسقف لي لما مستواي يتحسن، الناس هتسقف لي لما انجح اكتر، الناس هتسقف لي لما يلاقوني بتطور وشغاله على نفسي باستمرار. لكن اللي هيسقف لي مره على الحاجه اللي هي فيها اخطاء بسيطه علشان يشجعني ان انا اكمل وكده، لما يلاقيني محلك سر ما عملتش حاجه مش هيشجعني خلاص. اللي هو عارف ان هو عنده اخطاء وانا شجعته علشان احفزه ان هو يطور من نفسه، لكن هو مش ما طورش من نفسه هدعمه تاني ليه؟ فهي بتتحسب كده. انت طول ما انت بتدعم نفسك ومشجع نفسك وبتطور منها وبتعزز ثقتك بنفسك وشغال على نقاط الضعف اللي عندك، هتفضل طول الوقت شخص إيجابي. دعمك لنفسك ده هيخليك أكتر مرونة كده مع نفسك، متقبل آراء الآخرين عادي. أي حد هينتقدك مش هيأثر فيك الانتقاد ده، لأنك أنت عارف إن ماشي أنت انتقدتني انتقادك أنت فعلا عندك حق، بس أنا مش هيفرق معايا إن أنت انتقدتني نقد هدام، لأن أنا شغالة على نفسي وبطور نفسي. هي دي الفكرة، إنك تنجح فعلا في ثقتك في نفسك، في بناء ثقتك بنفسك. وعلشان فعلا تتخطوا النقطة دي والمرحلة دي لازم تكونوا داعمين أوليين لنفسكم، ما تستنوش دعم من حد. تاني حاجة انكم تشتغلوا على نفسكم. ما ينفعش تقفوا مكانكم وتقولوا انا مش واثق في نفسي. مش واثق في نفسي، اشتغل على نفسك، اشتغل على تعزيز الثقة جواك علشان تقدر انك تثق بنفسك. انا مش بتطور في الكتابة، اشتغل على انك تتطور في الكتابة وانت هتتطور. الفكرة بتبدأ من عندكم، البداية دايما بتكون مننا احنا مش من الناس اللي حوالينا. محدش هيجي يبدأ لنا، احنا اللي بناخد اول خطوة في الطريق اللي احنا عايزين نمشي فيه. لازم كلنا او اي شخص في الدنيا يقعد مع نفسه ويفهمها ويفهم قيمته الحقيقية علشان يقدر يعزز ثقته بنفسه ويساعد نفسه يبني ثقة قوية جواه. حتى لو شخص بيثق في نفسه لازم يعزز الثقة دي طول الوقت، يعززها علشان تكون أقوى. ما يفضلش واقف في نفس النقطة بنفس مقدار الثقة وخلاص، اللي هو أنا كده كده بثق في نفسي، يعني ليه هطور من نفسي أو هقوي ثقتي بنفسي؟ هقويها علشان ما تضعفش، هقويها عشان ما الاقيش نفسي فجأة فاقد الثقة دي وأنا مش حاسس. لما اركز طول الوقت على الحاجات اللي انا بنجح فيها وعلى الحاجات اللي انا قادر ان انا احققها واكون قوي فيها وبتقويني وتدعمني وتحفزني ان انا اكمل اكتر، ده هيخليني او هيساعدني ان انا ابني ثقة بنفسي. ان انا شايف نفسي بنجح في حاجة، انا مش فاشل. انا مش فاشل عشان اكون شخص مش واثق في نفسه، انا مش قليل علشان ما اوثقش في نفسي. دي الحاجات اللي ايه اللي هتخلينا نقول كلام ايجابي لنفسنا يساعدنا ان احنا نكون ايه نسخة افضل مننا. الثقة بالنفس مش حاجة كده بتجيلنا فجأة أو حاجة بنصحى من النوم نلاقيها عندنا. لا، هي حاجة بنكتسبها بالممارسة اليومية، بالتشجيع الدائم، بإن احنا نعززها طول الوقت بكلمة لطيفة، بنجاح نحققه، بإن احنا نتخطى أو نتغلب على الحاجة اللي بنخاف إن احنا نعملها. كل خطوة صغيرة ممكن نعملها ونحس ان هي حاجه تافهه ومش مهمه، ممكن تفرق معانا جدا وتفرق بقدر كبير قوي في تعزيز ثقتنا بنفسنا. يعني انا مثلا لو كان ليا فلوس عند حد زي ما قلت المثال اللي هو في اول المحاضره، لما الصحاب بيخرجوا مع بعض وانا دفعت مثلا الفلوس كلها وقلت لاصحابي نتحاسب في الاخر، وكان مثلا المبلغ اللي انا دفعته لكل واحده فينا 10 جنيه. هي حاجه لا تذكر، احنا ممكن نكون ثلاثه، يعني انا دفعت 20 جنيه بس لاصحابي. فانا لو ما اتعلمتش في موقف صغير زي ده اطلب حقي واقول ان انا ليا فلوس عندكم، هي حاجه تافهه مش تفرق معايا وانا مش محتاجه ال 20 جنيه دي في حاجه يعني عادي، بس الفكره كلها ان ده حقي وانا هطالب بيه. حاجه صغيره وبسيطه زي دي ممكن انتوا تشوفوها حاجه سخيفه وخلاص، يعني هيكبري دماغك، تعزز ثقتكم بنفسكم، لانكم ممكن ال 20 جنيه دلوقتي بكره تبقى 200 جنيه، وما تقدروش انكم تطلبوها علشان اتعودتوا انكم خلاص يعني ايه، هي مش اول مره ان انا اتحمل الفلوس واتحمل وادفع عنها وخلاص يعني. فانتوا الخطوات الصغيره قوي البسيطه اللي ممكن تستهونوا بيها وتحسوا ان هي حاجات بسيطه وتافهه ممكن هي اللي تكون السبب او البدايه او الخطوه الاولى في تعزيز وبناء الثقه بنفسكم. تصدقوا نفسكم وتسمعوا لها وتفهموا نفسكم وتفهموا انتوا عايزين ايه وايه الحاجات المهمه بالنسبه لكم وايه الحاجات اللي مش مهمه بالنسبه لكم. وما تستنوش ان حد يعمل ده، ما تستنوش الناس هي اللي تفهم انتوا ايه المهم بالنسبه لكم، انتوا اللي بتعرفوا قيمه نفسكم، ما تستنوش الناس تعرف قيمتكم. انتوا اللي المفروض تصدقوا نفسكم الاول، ما تستنوش الناس هي اللي تصدقكم، علشان دي من ضمن الحاجات اللي هتعزز ثقتكم بنفسكم كويس جدا. لان في ناس كتير جدا بتفقد ثقتها في نفسها لمجرد ان هي مصدقه نفسها ومستنيه الناس تصدقها، مستنيه الناس تؤمن بيها. لو محدش امن بيها انا كده فيها مشكله وابدا افقد ثقتي بنفسي. لا، انتوا بتامنوا بنفسكم، والله الناس امنت بيكم وصدقتكم تمام. محدش امن بيكم، محدش صدق حلمكم وصدقكم، خلاص ما عنديش مشكله، انا واثق في نفسي ما دام مش بعمل حاجه غلط ولا حاجه حرام مش بغضب ربنا، فانا كده تمام، انا كده في السليم ما دام انا ما بعملش اي حاجه مخالفه. بر باهلي، اهلي مقتنعين بيا حتى لو مش فاهمين قوي اللي انا بعمله، بس هم بيدعموني
حتى لو بنسبة 1%. ومصدقيني وانا مصدقه نفسي ومش بعمل اي حاجه حرام، فخلاص هبدا ان انا اكمل طريقي وماليش دعوه باي حد حواليا من الناس. دي كانت محاضره النهارده، اتمنى تكون كانت مفيده بالنسبه لكم، قدرتوا ان انتوا تعرفوا حاجه جديده وطريقه جديده تعززوا بيها ثقتكم بنفسكم. ونتقابل ان شاء الله في محاضره جديده من كبسوله وعي.